عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. النهارده الفيديو جوله في غرفتي اللي انتوا سالتوني عليه كتير، مع ان انا عملته قبل كده زمان شويه، بس بما انكم عايزين تعرفوا الحاجات اللي انا جددتها شويه في الاوضه فهعمله لكم تاني. وقبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تعملوا سبسكرايب للشانل، وبعدها تفعلوا العلامه بتاعه الجرس عشان اول ما نوصل 250,000 هعمل لكم جيف اواي بس هنا على الشانل. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه لازم تعرفوا ان انا عايشه في الاوضه مع اخواتي البنات. هي الاوضه كبيره الحمد لله، ولكن انا لا امتلك الا هذا القسم من الغرفه، فانا بس هوريكم الحته اللي تخصني كي لا نتدخل في خصوصيات اخواتي، لكن انا خصوصياتي معاكم. تمام، يلا بينا. ودلوقتي انا هاخدكم جوله في القسم المخصص ليا واللي انا دايما بصور لكم فيه، يعني متهيألي انتوا هتبقوا عارفين اغلبه، فيلا بينا اوريكم الجزء الخاص بيا في الاوضه، وانتوا برضو هتعرفوا تستغلوا الاماكن الصغيره بعد الفيديو ده. فده كده النظره السريعه، وتعالوا اوريكم بقى كل حاجه بالتفصيل. نبدا من المنطقه بتاعه الدولاب، واللي هو دولاب صغنن بس انا حاطه التسريحه جواه عشان انا ما عنديش فانيتي بره الدولاب، عشان ما فيش اصلا مكان في الاوضه يتحط فيه فانيتي. وتقريبا المساحه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي انا حاطه فيها كل حاجه، اللبس، الشنط، الميك اب، السكين كير، حتى الحاجات بتاعت شعري، اللابتوب. فانا حاطه تقريبا كل حاجه هنا، ما عدا كام حاجه هم اللي مش في الاوضه هنا. اقول لكم في الاخر هم ايه. اول حاجه هتلاقوني حاطه الشنط بتاعتي هنا، دي الشنط اللي انا بخرج بيها، هتلاقوها في القسم اللي تحت ده من الدولاب. فعندي هنا الشنط اللي انا بستعملها، وبعد كده هتطلعوا تلاقوا هنا اللبس اللي انا بستعمله. في حاجات تانية انا مش بستعملها فشايلاها بقى، مش حطاها اصلا في الدولاب او مش معلقاها يعني. وانا بحب ارص الحاجات من اللون الابيض الفاتح لحد الغامق، وهكذا برضو نفس الشيء، ومقسمه الحاجه بالالوان. يعني هنا الجواكت، هنا التيشيرتات على القمصان بقى، بعد كده دول كلهم سكيرتس، ودول بقى البناطيل اخر حاجه حطاها. وكل حاجه رصاها من الفاتح للغامق. وانا جايبه الشماعات دي لانها بتكون ارفع، وانا ما عنديش مساحه عريضه فمش واخده مساحه من فوق. بعد كده في القسم اللي فوق ده هتلاقوا اللبس اللي انا بروح بيه الجيم، فالجزء ده انا مخصصاه للبس بتاع الجيم. والحاجات اللي انا مش بستعملها كتير حطاها ورا، يعني ورا الجزء ده في جزء تاني اللبس بقى اللي انا مش بستعمله كتير. وبعد كده هندخل على الجزء ده. الجزء اللي فوق ده فيه حاجات خاصه والبيجامات بتاعتي وكده. والجزء ده بقى هو اللي انا عاملاه الفانيتي، وانا ما فصلتش الشيء ده، يعني الدرجين دول والحته دي هي جت كده، يعني الدولاب اصلا هو ده تفصيلته. انا عملت ايه؟ انا بس ركبت الرفين دول، يعني الرف ده انا اشتريته من ايكيا، هو والرف ده رفين صغيرين كده بتوع ايكيا. انا حطيتهم هنا بحيث ان انا استغل المساحه دي. يعني هنا حطيت شنط زياده، وهنا حطيت النيل بولش والاكسسوارز والنور ده، يعني النور ده انا اللي مركباه. يعني حتى هتلاقوني اهو حاطه هنا الوصلات اللي هي بتاعه النور اللي منوره دي. واشتريت المرايه دي. المرايه دي بتنور، وفيها كمان زي مروحه، مش عارفه انتوا سامعين ولا لا، بس هي بتطلع هوا عشان لو عايزه انشف حاجه في الميك اب، وبتنور. فدي اشتريتها وحطيتها هنا بحيث ان هي شايفيني هاي بحيث ان هي تكون نور زياده برده جوه التسريحه. وهنا طبعا بقى القسم المفضل لقلبي اللي فيه السكين كير كله، وفي شويه ميك اب هنا بس دول ما لهمش مكان في الدرج. يعني الليبستيك انا حطاه بره، هو والفرش والبيوتي بلندر بس. يعني دي الحاجات اللي انا حطاها، السبونج بتاعت الميك اب، ودي الفرش بتاعت الميك اب، ودول الحاجات بتوع الشفايف. كل ميك اب تاني هم في الدرجين دول هوريهم لكم دلوقتي. لكن هنا بقى انا حاطه كل الحاجات بتاعت الشفايف، كل السكين كير، الكريمات والسيرومز والشيت ماسك وكل الحاجات دي هنا. وفي الجزء ده انا حاطه ورا هنا هتلاقوا الميست والسبلاش والبرفيوم ومزيل العرق، كل الحاجات دي انا حطاها هنا. دي انا حطاها هنا لوحدها علشان هي مش داخله هنا، حطيتها لوحدها هنا. ونيجي بقى للدرجين دول اللي هم فيهم الميك اب. اول حاجه الدرج اللي فوق الكبير ده، فاول حاجه هتلاقوا هنا الباليتس دي كلها باليتس اي شادو، وورا هنا في الباليتس بتاعت الوش بقى اللي هي الكونتور وكده. وهنا انا حاطه كل البلاشرز بتاعتي والهايلايتر والبرونزر وكده. طبعا بوزيشن فورمولا، ماكس فاكتور طبعا بحبه جدا، كاتريس، جولد روز اللي انا دايما بنصحكم بيه، وفانتي بيوتي. كمان عندي البوت ماما بحبه جدا، هو ورا اهو. فانا رصاهم هنا كلهم من الاصغر للاكبر. وهنا بس عندي دول كده الاي شادو اللي هم لوحدهم.
ودول اللي انا بغسل بيهم بشرتي اللي هو بيعاد استخدامهم. في الجزء ده عندي كل الايلاينرز والاكحال والجيل لاينرز والحاجات اللي هي كلها للعين. والجزء ده في الماسكرا، فدول كده الانواع اللي عندي دلوقتي. شي جلام بحبها جدا، دي ابتديت احبها. سكاي هاي ابتديت احبها، دي ما حبيتهاش. بتاعت ريميل مش حلوه مش ناعمه. دي اكتر واحده انا بحبها بتاعت بنفيت. في القسم اللي هنا هتلاقوا الرموش والجلو بتاع الرموش، وانا ما عنديش رموش كتير لان انا ما بحبش اصلا رموش او مش بركبها كتير، يعني بحبها بس مش بركبها كتير. وهنا دي الحاجات بتاعت الحواجب، القلم بتاع شي جلام اللي بقى عند العالم كله، الحاجات الباودرز للحواجب، الماسكرا بتاعت الحواجب طبعا هم اكتر حاجه عندي عشان انا ما بعملش حاجه في حواجبي غير بحط ماسكرا او بثبتها يعني. وهنا بقى عندي الهايلايتر التنت والحاجات اللي هي الكريمي او الليكويد اللي للوش. كده يكون الجزء ده خلص او الدرج ده خلص، ونفتح بقى الدرج التاني. الدرج ده بقى انا حاطه فيه البرايمر والفاونديشن والكونسيلر، يعني اللي هي الحاجات بتاعت الوش اللي بنبتدي بيها الميك اب. عندي هنا طبعا اكتر حاجه بحبها الكونسيلر، عندي انواع كتير انا بحب الكونسيلر. عندي هنا الفاونديشن الغالي على قلبي لوريال انفاليبل بورجوا الهيلثي ميكس اللي انا بحبه جدا، بيبي الجماهير شي جلام. وعندي هنا دول البرايمرز بتوع الوش، ودول الباودرز، ودول السبراي. فدول كده الحاجات اللي عندي في الميك اب. ننتهي من الدرج ده وندخل بقى على القسم اللي تحت. اول حاجه خلوني اشيل الكرسي واللابتوب. ده الكرسي اللي انا بقعد عليه وانا بصور، وده اللابتوب اللي انا بشتغل عليه. نيجي بقى للقسم ده. هنا هتلاقوا عندي الاورجنايزر ده اللي انا جبته من شي ان، هتلاقوا فيه كل انواع النيل بولش اللي عندي. يا جماعه انا بحب النيل بولش جدا، فهتلاقوا عندي الوان كتير. وبعد كده هتلاقوا عندي الاورجنايزرات دي اللي فيها كل الاكسسوارز والذهب والفضه بتاعتي. فهنا الكبيره دي بتاعت حلقان، كلها حلقان، دي انا حاطه فيها الذهب، وفي الدرجين دول حاطه الفضه، والتانيين دول اكسسوارز عاديه. وتحت هنا بقى خالص هتلاقوا الدنيا دوشه شويه لان انا حاطه حاجات كتير هنا. اولا الشنطه دي انا اخدتها وانا في دبي من تقريبا من جوجل او من سامسونج، مش فاكره هي تقريبا، لا دي بتاعت جوجل. دي انا حاطه فيها الشنط اللي انا بحط فيها الميك اب وانا مسافره، يعني وانا رايحه الجيم مثلا ببقى عايزه اخد كام حاجه، فدي فيها الشنط بتاعت الحاجات التخزين يعني. واللي ورا ده الجهاز بتاع الليزر بتاعي، هما في الحقيقه كذا جهاز جوه بس انا حطاهم في نفس الشنطه دي. وهنا هتلاقوا الحاجات بتاعت الشعر، دي حاجات لسه ما فتحتهاش فسايباها. وهنا هتلاقوا كل الكريمات واللوشنز بتاعت الجسم في القسم ده. وبكده يكون الفانيتي والدولاب اللي هما في نفس الشيء يكونوا خلصوا. ودلوقتي بقى نيجي للرفوف دي. طبعا انا السرير بتاعي سيمبل، وانا ما بحبش احط حاجات كتير واعمل دوشه على السرير. انا بحب انام في هدوء ولوحدي ومفيش حاجه على السرير غيري انا والمخده. هنا بقى انا حاطه الدروع بتاعت اليوتيوب. هنا ده الشهاده بتاعت نيكستوب، ده الدرع بتاع الشورتس، وده الدرع بتاع 100,000. وانا عندي مكان مخصص سايباه هنا لما ان شاء الله اوصل 1,000,000 هحط الدرع الذهبي هنا وهشيل الحاجات دي الكتب اللي انا بقرأها دلوقتي، والاجندات اللي انا بخطط فيها لليوم او للشهر او للاسبوع او هكذا. يعني دول الاجندتين اللي انا بخطط فيهم، دول الكتب اللي انا بقراها دلوقتي. والكتاب اللي انا بقراه دلوقتي اللي هو اول واحد على اليمين اللي هو فن الحريه. الثلاثه التانيين دول لسه ما قريتهمش. ولو حابين تسالوني على الكتب اللي انا كنت بوريها لكم قبل كده، انا بديها للناس. يعني انا بقرا الكتاب مش بحتفظ بيه، بديه للناس. يعني لما بحس ان في كتاب هيبقى مفيد لحد معين في حياتي، بما ان الناس اللي في حياتي انا عارفاهم كويس، فبديله الكتاب علشان يقرأ. ودول بقى فيهم حاجات اللي هي الستيكرز والاقلام وكده. وهنا عندي الكاندلز، دي الشموع اللي انا بشغلها، ودي ازايز فاضيه بس دي اخدتها من يوتيوب وجوجل وسامسونج وكده، فمش بحب ان انا بستعملهم. على فكره بشرب فيهم، يعني بيحافظوا على الميه ساقعه واحنا في الصيف ده فبستعملهم. والقرآن الكريم زي ما قلت لكم انا بنام على مخده ستان او حرير
حرير، يعني الستان ارخص طبعا من الحرير، الحرير احسن بس برضو الستان احسن بكتير من القطن. فرق قوي في بشرتي وفي شعري، فانا على طول بنام على مخده ستان. وهنا بقى زي ما انتم شايفين انا موصله الكهرباء للدرع وللدولاب، يعني دول الفيشتين بتوع الدرع والنور اللي جوه الدولاب انا عامله لهم توصيله كده من تحت السرير. فانا دايما بتصرف. يعني عندكم بقى الدرجين دول، اول درج ده في الدواء، في المحفظه والحاجات بتاعتي دي دايما باخدها فيها حاجات كده، فيها كريم للايد ومرايه وليب بالم وكده. دي النضاره النظر بتاعتي، ودي بقى كل الحاجات اللي هي دعوه بالموبايل، الشاحن، الساعه، الباور بانك، هكذا يعني الحاجات بتاعت الموبايل. والدرج اللي بعده في الحاجات بتاعت الكاميرا. طبعا انا بصور بالكاميرا دلوقتي فالكاميرا مش في الدرج، بس انا لما مش بصور بيها بتبقى في الدرج. هنا في بقى الحاجات المايك، بحط المايك، الكاميرا، وهكذا. باقي الحاجات بتاعت الكاميرا بحطها في الصاله لان هي استندات كبيره وحاجات كده، فمش هينفع اصلا، ملهاش مكان هنا في الاوضه، فبحطها في الصاله. اكتر حاجه انا اقدر استغل فيها المساحه، فتقريبا الاربع حاجات اللي انتوا باقيين ما شفتهمش هما معدات التصوير اللي هي بقى اللايت وكده. انا اصلا مولعاها دلوقتي بس انا في الغالب بحطها في الصاله عشان هما كبار ومفيش مكان هنا في الاوضه. والحاجه اللي بعد كده هي بقى الحاجات اللي بلبسها في رجلي، والحاجات دي عندنا في الجزامه احنا كلنا حاطين حاجتنا سوا، فالحاجات اللي بلبسها في رجلي مش في الاوضه اصلا. وكمان الغسول والحاجات بتاعه البشره والسكراب بتاع البشره والجسم وكده، دول انا حطاهم مكان ما بستخدمهم، مش هحطهم في الاوضه لاني مش هغسل وشي وانا في الاوضه او مش هغسل جسمي وانا في الاوضه. ورابع حاجه واخر حاجه انتوا ما شفتهاش في الفيديو هي الحاجات اللي بعمل بيها شعري، اللي هي بقى المكوى والكيرلر والحاجات دي. انا حطاهم في درج تاني في مكان تاني في الأوضة، بس بقى يعني مكان ما اخواتي قاعدين، مش في الناحية بتاعتي لان خلاص الناحية بتاعتي ما فيهاش اي مكان يتحط اي حاجة. صح، ونسيت اقول لكم كمان ان شنطة السفر بتاعتي انا حطاها فوق الدولاب علشان انا مش بستعملها كتير، يعني بستعملها بس وقت السفر وانا مش بسافر كتير، فانا حطاها فوق الدولاب، وقت ما بسافر بنزلها واملاها واسافر. اخر الفيديو عايزه اقول لكم برغم ان انا ما عنديش اوضه لوحدي، وبرغم ان انا المكان اللي انا قاعده فيه او بصور فيه او بشتغل فيه او بنام فيه هو نفسه كله نفس المكان، ومكان صغير ومش مكان خصوصي ليا، رغم كده انا بحبه جدا وبنضفه كل شويه وكل شويه بغير فيه عشان ما بقاش زهقانه منه. وبحمد ربنا كل يوم ان انا عندي المكان الصغير اللي انا بحس فيه بالامان وبالراحه، رغم ان انا من ساعة مثلا ما بدأت اليوتيوب وكده وبقى عايزة ان انا اصور لوحدي او اطلع لايف او الحاجات دي، وفعلا ساعات بتضايق ان انا مثلا مش عارفة اصور او عشان اهلي في البيت او عشان اخواتي معايا في الأوضة، او ساعات بحس ان الناس ملت مثلا من الفيو وانا مش عارفة اغيره او من الباك جراوند بتاعتي. لكن رغم كده انا كل شوية بغير في المكان وانا بحب المكان مش بكرهه، ودايما دايما دايما كل ما بحمد ربنا على حاجة بيديني اكتر منها بكتير. وانا فعلا نفسي يبقى عندي اوضه لوحدي وارتبها زي ما انا عايزه واعملها بالشكل اللي انا بحبه وانظم حاجتي بالطريقه اللي انا حباها، ودي حاجه من احلامي واهدافي وان شاء الله احققها في يوم من الايام. لكن ده مش معناه ان انا كارهه الحاجه اللي انا فيها دلوقتي، وفعلا في ناس اصلا تتمنى اللي انا فيه، في ناس تتمنى ان هي اصلا يبقى عندها اوضه. فدايما قولوا الحمد لله على الحاجه الصغيره اللي عندكم عشان ربنا يكبرها لكم ويخليها لكم احسن. وبس كده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في الشانل، وكمان ما تنسوش تقولوا لي حابين تشوفوا فيديوهات ايه تاني، لان انا عملت الفيديو ده بناء على طلبكم انتوا. ان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.